مرحبا بكم. احنا اليوم في مصنع شركة وليسكار في الكبارية. التجربة الصناعية التونسية الرائدة هذه اللي يشرف عليها ويخدم عليها شباب تونسي مكافح ويجتهد. التجربة هذه اللي ناجحة والشباب هذه اللي يسعى للتطور، وهذا نشوفوه من خلال التطور اللي هي من الشركة هذه في السنوات الأخيرة، ونشوفوه أيضا من خلال طرحها منتجات جديدة كما سيارات 719 وولف وغيرها. شركة في ديناميكية وقاعدة تسعى للنجاح وللتطور. مرحبا بكم في مصنع واليسكار. واليسكار هي قصة نجاح صحيح، لكن خاصة قصة تحديات هذوما منذ 15 سنة تحديناهم وقدمنا بشوية. واليسكار هي قصة كيفاش رغم الإمكانيات متواضعة نجموا نعملوا حاجة كبيرة في بلادنا، نجموا نصنعوا كراهم. اليوم واليسكار ولات ماركة معروفة للتوانسة ومعروفة في الخارج زادة. لازمكم تعرفوا اللي منذ 8 سنين من 2006 إلى 2014 صدرنا 100% من المنتوجات متاعنا في أوروبا. اليوم واليسكار وصلت في مرحلة اللي يستحق دعم من الدولة، أكثر دعم من التوانسة بصفة عامة باش نشجعوا هذا المنتوج والماركة التونسية. علاش؟ خاطر الشركة هذه ورات اللي من بعد 15 سنة استثمار و15 سنة خدمة اللي تنجم هي تنافس الماركات الكبار، تنجم تعمل منتوجات في اللي سيجمون، يعني في الكاتيجوري نتاع الكرهب الصغار نتاع الكرهب الكبار، وبشوية باش نزيدوا نطوروا. دونك وليس اليوم القيمة المضافة الكبيرة متاعها اللي هي في تونس، في ذهن التوانسة وفي ذهن زاد المستثمرين الأجانب. لازمهم يعرفوا اللي في تونس ماهوش مستحيل كونه نعملوا بلاتفورم كبيرة متاع مصنعين في الايكو سيستيم زاد اللي هو دعم الايكو سيستيم متاعنا باش نركبوا كراهب ونسموا كراهب ونجموا نصدروهم في افريقيا في اوروبا، خاصه اللي عندنا دي زاكور دو ليبر ايشانج معاهم مع افريقيا ومع اوروبا، ونجموا نكبروا مشروع واليسكار ومشاريع اخرى اللي هما غراس واليسكار فهموا اللي الدومين هذايا ماهوش مستحيل. فهذه حاجه مهمه تعطي امل للمستقبل وتعطي امل للشباب، وبشويه دعم وبرشا خدمه نجموا ننجحوا الكل مع بعضنا. رغم الحاجات الممتازة اللي تقوم بها شركة واليسكار، حبينا نقولوا ملاحظة أنه مجال صناعة السيارات هو من أصعب المجالات، وفي العالم الكل ما فماش حتى شركة صناعة سيارات نجمت تتقدم وتنجح من غير دعم فعلي وحقيقي من الدولة. لكن في تونس شركة واليسكار وبعض التجارب الأخرى لتركيب السيارات ما تحظى بحتى دعم من الدولة التونسية، خاصة من الناحية التشريعية والقانونية. على سبيل المثال في الدروا دو كونسوماسيون شركة واليسكار وغيرها من شركات التركيب تخلص كيما الشركات اللي تورد، معناها شركة تستثمر، تخلص خدامة، تحط استثمارات، تخدم في مجال التصنيع، وفي الاخر في الدروا دو كونسوماسيون تخلص كيما اي شركه اخرى فقط تورد. وكانه فلسفه القانون يشجع التوريد. احنا في تونس اليوم اذا نحبوا نبنيو مجال صناعه السيارات ونحبوا نقدموا فيه وعندنا كفاءات وعندنا امكانيات كبيره، وشركه واليسكار خير دليل على ذلك، لازم بالفعل يكون ثم دعم حقيقي وتكون ثم منظومه قانونيه تشجع على التصنيع في تونس، التركيب في تونس، مجال الصناعات في تونس. مش معقول اليوم انه الفلسفه نتاع القانون تخلي كيف بين اللي يصنع بين اللي يورد، وبطبيعه الحال اللي يورد ما يصرفش برشا مصاريف، يلقى روحه ربح اكثر من اللي يصنع. كان الدوله بالقانون نتاعها تقول لهم بروا وردوا السيارات ما تصنعوش في تونس. هذا شيء لازم ننتبهوا له الناس الكل، لازم بشكل سريع نبدلوا القانون هذه ونمشوا في فلسفه قانون اخر يشجع بالحق وبالفعل وبالكلام، مش بالحركات الرمزيه، يشجع
كل ما هو تصنيع سيارات في تونس والتركيب في تونس.